قاموا بدورهم. ما كل الوزراء متشاركين، ماكو خدمات، ما عندكم وزير بلديات من عندكم، وعندكم وزير اسكان واعمار من عندكم، وعندكم هذا وزير يا دكتوره. الان ماكو يا دكتوره بس اسمحي يا دكتوره بس اسمحي لي. الان حتى اكو ناس التسول مستمر بشوارع بغداد والمحافظات، ووزير عندكم وزير العمل والشؤون الاجتماعيه مو من عندكم. انا اليوم جايبت لك وثيقه استاذ انور. نعم. هذه الوثيقة هي مبلغ 1000 دينار، فئة 1000 دينار عملة عراقية. هذه أنا اليوم أتوجه إلى السيد نور المالكي باعتبار أنه إحنا قدمنا بالحلقة السابقة أنا وياك للسيد علي الأديب، طالبناه بالاعتذار من القرآن الكريم ما استجاب لنا. اليوم نتوجه إلى السيد نور المالكي ونقول له هاي العملة مكتوب عليها في الوسط آية قرآنية بها لفظ الجلالة، أتمنى عليه اليوم أن يحترم القرآن الكريم وأن يسحب هذه العملة من الأسواق وأن يستبدلها بعملة ثانية، وأن يتعامل مع القرآن الكريم مع لفظ الجلالة كما أوصانا ديننا الحنيف وكما أوصانا مراجعنا الكرام. وكل المذاهب الإسلامية تتفق على حرمة أو على قدسية لفظ الجلالة أينما وجدت، على قرادة، على سبحة، على جدار، على منقوشة، على ميز. فأتمنى هذا الموضوع أن يكون من دولة رئيس وزراء بعد أن يأسنا من السيد علي الأديب في أنه يعتذر عن ما قام به من وضع اسم لفظ الجلالة على الأجندة للكتابة عليها. بس يا دكتورة يعني يا دكتورة بس إذا سمحتي لي، ما هو معروف بالعالم الإسلامي أنه العملات أصلا لما كانت تصك من الذهب ومن الفضة تكتب عليها آية قرآنية. يعني الموضوع الآن اكتشف، معروف. يعني شنو الجديد بالموضوع؟ لا هذا الموجود، هذا معروف أستاذ أنور. نعم. كل المراجع حضرتك راجع كل المذاهب الإسلامية تقول أنه لفظ الجلالة والآيات القرآن تتعامل بقدسية معها. هذا يعني لازم ألزمها وأنا متوضية. لا بس هي العملة قديمة يا دكتور. الآن اكتشفتي الألف دينار من زمان موجودة عليه مرسوم هذا الرسم. ممكن تنذب بالأرض. نعم. اليوم من خلالكم الله سبحانه وتعالى وفقنا من خلال برنامجك الكريم انه نكشف هذه الوثيقه للسيد رئيس الوزراء، ومو يقول انطوني وثائق. اليوم انا اكشف له هاي الوثيقه فيها قدسيه كلمه الله سبحانه وتعالى والايات القرانيه. اتمنى عليه انه يبدل العمله.